السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير جميعا. يلا كده اول ما نبدأ الفيديو، لو انتي شفتي الفيديو بتاع اللي فات وحبتيني، ما تنسيش تحطي لي اللايك للفيديو دوت وتشتركي معايا في القناة لو انتي مش مشتركة. لو انتي جديدة او حتى انا اللي جديدة معاكم، فانا حابة اعرفكم بنفسي. انا ميشو او انا شيماء. عندي خلاص كده من يومين كان عيد ميلادي، كملت 37 سنة، عندي طفلين وبشتغل محاسبة. المهم بقى هنا يلا نبدأ مع بعض الفيديو. زي ما انتوا شايفين كده، اول حاجة بعملها بقوم اشغل الاذكار او اشغل قرآن في الشقة. بعد كده دخلت كده لميت غسيل وابتديت بقى ان انا اطلع الغسيل اللي انا سايباه. يعني انا ظابطه الغسالة عليه من بالليل ان هو عقبال ما اصحى الصبح يكون خلص. يعني انا بحط غسيلي وبظبط التايمر على ان مثلا الغسالة تشتغل على 3 مثلا الفجر، على 3:30 4، على اساس ان انا لما اصحى الاقي الغسيل خلص اروح واخداه ونشره على طول. بصوا هنا بقى، كنت انا دخلت لميت كل المواعين اللي عندي كده، كان بقالي يومين ما شغلتش غسالة الاطباق، فحتى هتلاقوا معايا الحاجة كده ناشفة بطلعها كده بصعوبة. فروحت بقى كده انا قبل ما احط الحاجة في غسالة الاطباق لازم اشيل اي بقايا منها، ما بحطهاش برز مثلا او طفل بتاع الشاي او القهوة او الكلام ده، لا طبعا انا بروح ايه، منزله كل حاجه في الاطباق في الكوبايات، وببتدي بعديها ان انا ارص الاطباق. لكن انا مش بغسل الحاجه بتاعتي وبعدين احطها في الغساله، لا انا ما بعملش كده. انا غسلت يا جماعه، انا غسلت ميديا او ميديا 14 فرد، اللي هي ال3 رفوف اللي فيها فتحه القاعي. تمام. ده للي يشوف غسالتي ويحب يستفسر عنها، يعني انا بقول لكم قبل ما تسألوني. يعني انا جايباها من شهرين يا جماعة، كانت بكام بالظبط والله ما فاكرة، بس انا جايباها قسط تبع امان. ولو حابين تعرفوا بقى اي حاجة عن امان تبقوا اسألوني وانا هرد عليكم على طول. تمام. آه بس انا بستخدم للغسالة، يعني انا عندي اقراص بتاعت فانيش، بس بصراحة انا مش بستخدم الاقراص غير كل فين وفين، لما يكون مثلا في حاجة صعبة قوي او كده. انا بالنسبة لي انا شايفة ان الاقراص زيها زي مسحوق فيبا، بس المهم ان انتي لما تيجي تستخدمي المسحوق بتاع فيبا تحاولي ما تكتريش. يعني هو تقريبا بيقولك نص معلقة شاي او معلقة الا ربع، انا هنا للأسف كنت كترت فيه بس من غير قصد يعني. بستخدم طبعا الملمع وبستخدم الملح برضو بتاع فيبا. بس ان شاء الله عايزة اجرب لودفيك، اسمه لودفيك. عايزة اجرب كده الملمع بتاع لودفيك، بس انا لسه عندي المسحوق ما شاء الله، يعني كنت جايبة عرضين فكتير، فمش هعمله دلوقتي، مش هغير دلوقتي يعني مسحوق. بصوا هنا كنت انا بقى مسكت الفلتر قبل ما بشغل غسالة الاطباق بتاعتي، لازم اغسل الفلتر علشان الغسالة تنضف كويس. يعني حاجة مهمة جدا ان انتي تنضفي الفلتر. وكان كده المواعين دي انا كل فترة والتانية بحب اغسل الحلل على ايدي او الحاجة اللي استلس عموما. فرحت غسلت كده الحاجات اللي انتوا شايفينها دي. ويا جماعة عملت حتة دين غلطة، بس الحمد لله لحقت نفسي. يعني الشاطر اللي ياخد باله منها، انا مش هقول لكم عليها دلوقتي، هقول لكم عليها في اخر الفيديو. ماشي. بس كده زي ما بقول لكم بقى، اللي حابب يعرف حاجة عن الغسالة يقول لي، يمكن في حاجة اكون انا نسيت ما قلتهاش يعني. بس وعايزه اقول لكم ان انا برضو حتى لو بستخدم الاقراص بتاعت فانيش، فانا برضو بحط الملح والملمع. الملح اصلا حطاه على طول. انا بملى التانك وخلاص، يعني ما بحطش ملح تاني غير لما بتديني اشاره ان هي عايزه الملح. ماشي. وبشغلها على برنامج الايكو اللي هو ال3 ساعات دوت. هنا بقى كنت بوريكم انا ازاي ببقى مجهزه للولاد فطار في التلاجة. عامله كده بطاطس، علبه بطاطس مقطعاها بياخدوا منها على قد الطلب. عامله لهم فول برضو بياخدوا منه، والجبنه. الجبنه دي اللي شاف معايا المشتريات دي اللي هي رودس لبن طبيعي، ما بجيبش دهن نباتي يا جماعه. وعامله بقى انا في البيت بايدي كده، عامله مربى فراوله، وعامله زبده فول سوداني، وعامله نوتيلا. وهنا كده كنت بوريكم اللانش بوكس بتاعي وانا رايحه الشغل. يا جماعه انا بحب اخد اكلي من البيت صراحه.
المهم هنا بقى كنت بوريكم ايه، انا خلاص ظبطت المطبخ، لمعت حاجات، ويعني الحاجات اللي عايزه تتلمع لمعتها، بس التلاجة والغساله والبوتاجاز من بره كده ما لمعتهمش صراحه. انا عملت الاير فراير والفرن والبوتاجاز من فوق، قلت كده كفايه عليا. بصوا كده، اخدت معلقه فول وقطعه من الجبنه ومربى، دول كده ايه ليا انا في الشغل، لان بصراحه الاكل من بره يعني انا ما بشجعوش، وبرضو علشان ادبر واوفر، مش هكدب عليكم يعني، انتوا هتشوفوا بعد كده معايا فيديوهات توفير وتدبير، انما ايه، ومش معنى كده ان انا احرم ولادي، لا، نفسهم في التوست بجيب التوست، بس مش على طول صراحه. بصوا هنا بقى كنت بعمل لهم كده توست بالنوتيلا. وبصوا ما شاء الله، على فكره انا عايزه اقول لكم ان السندوتشات بتاعت ولادي دي او التوست ده كان معمول قبل الفيديو بيوم، يعني المقطع ده متصور قبلها بيوم. اللهم بارك. بصوا برطمان النوتيلا كان عامل ازاي، ولما انا بحط لنفسي عامل ازاي، او لما اوريكم كان عامل ازاي. ما شاء الله هما بيحبوا النوتيلا اللي انا بعملها جدا، وانا كنت مصوره طريقه الزبده بتاعه الفول السوداني دي والنوتيلا والمربى، بس بصراحه لقيت ان الفيديو متصور بالطول، فما حبيتش ان انا انزل لكم حاجه مش متصوره حلو يعني، فقلت لا، هبقى اعمل معاكم مره تانية النوتيلا والحاجات دي. تمام. انا بجهز كده للولاد قبل ما بنزل الفطار بتاعهم، عشان انا ابقى قاعده في الشغل ومطمنه ان الولاد لو جاعوا في اي وقت هيعرفوا يفتحوا التلاجة ويشوفوا هم عايزين ياكلوا ايه وياكلوه. ومعلمه ابني يشغل اير فراير، يعني هو بياخد البطاطس دي من العلبه ويروح يحط على قد ما هو عايز ياكل، يحط في الاير فراير. بصوا بقى الزبدة الفول السوداني بالصوصات دي تحفة، تحفة يا جماعة بجد، يعني ده صوص كراميل كده وصوص الشوكولاتة لما بيتحطوا على زبدة الفول بتبقى ملهاش حل. ولادي بيحبوها قوي كده بصراحة، وانا كلتلي واحدة توست منها عشان عارفة ان هي بتتخن جدا، وانا مش عايزة اتخن، انا يفضل على وزني يخس، بس ان شاء الله انا هحاول ان انا اخس يعني. بس انتوا عارفين قعدة المكتب 8 ساعات، وساعات لو في شغل بيزيد عن ال8 ساعات، عايزة اقول لكم ان هي مش بتتخن بس، لا والله، يعني ايه، دي بتكسح. يعني الحمد لله والشكر لله بجد والله يا جماعة، ساعات بقوم كده ببقى مش قادرة. بص بقى هنا كنت وصلت الشغل وشربت قهوتي كده، وطبعا طالما ديدا هتنزل فيديو، ديدا هوم يا جماعة اتفرجوا عليها، يعني انا عارفة ان الناس تقريبا اللي عندي دلوقتي من عندها، بس اتمنى لو في حد عندي مش بيتابع ديدا يتابعها. ديدا دي يعني انا مهما اقول عليها بجد مش هوفيها حقها، ربنا يبارك في ولادها يا رب، وفي حياتها وفي صحتها يا رب، ويرزقها ما تتمنى. يعني بجد انا مبسوطة جدا جدا ان انا عرفتها، وحابة من خلال الفيديو بتاعي، ويا رب دي ده تسمعني، حابة ان انا اشكرها قوي بجد والله العظيم. بس فطبعا عشان اخد باور حتى لو كنت في الشغل لازم اسمع صوت ديدا الجميل واتفرج على الفيديو بتاعها، ربنا يديها الصحة يا رب. ومن هنا بقى حابة اقول نصيحة كده لكل مامي عاوزة يعني بتفكر تنزل تشتغل وخايفة من مسؤولية، خايفة تسيب اولادها، لان انا كنت زيكم كده. انا عايزة اقول لكم ان انا يعني يعتبر شغلي ده انا نزلته بعد 9 سنين جواز. صحيح كنت بنزل قبل كده بس ما كنتش بطول، يعني انا كنت شغالة في شركة اللي هي بتاعت ايه، حاجات طبية، عارفين الكيتس اللي هو المادة اللي بتتحط في قلب المحلول عشان يطلع انت عندك ايه. تمام. انا كنت شغالة في شركة كده 4 سنين قبل الجواز، ورجعت بعد ما اتجوزت ب6 سنين، رجعت نزلتها تاني، ما طولتش فيها لان بصراحة المشوار بينها وبين بيتي كان صعب قوي، صعب قوي، وكانت بنوتي لسه عندها سنة تقريبا. بس انا في الوقت ده اللي هيقولي ليه سبتي بنوتك ونزلتي وانتي بنتك صغيرة كده، يعني كان في ظروف كده لازم أن انزل اشتغل. تمام. المهم، وانا كمان يعني انا طبعي انا محبش قعدة البيت. انا عايزة اقول لكم يا جماعة ان انا اول ما اتجوزت
كنت بعيط لماما الله يرحمها، عشان ماما كانت فضلت تقولي انتي مش هتقدري البيت والشغل ومش عارفة ايه، لازم تقعدي. فماما فضلت تقنع فيا قبل الجواز ان انا اقعد. انا قعدت تقريبا من شغلي قبل جوازي بشهر. تمام. المهم فبعد كده بقيت اعيط لماما اول ما اتجوزت، اقول لها يا ماما انا مش واخده على كده، انا ما اعرفش اقعد في البيت، انا ما اتخلقتش للبصل والثوم، انا يا ماما انا هرجع شغلي تاني. بس وماما بقى كانت تفضل تقول لي اصبري انتي. انا الحمد لله والشكر لله اول ما اتجوزت بعدها بشهر على طول بقيت انا حامل. حملت في ابني احمد، ربنا يبارك فيه ويحفظه يا رب، هو واخته. فيدوبك تقريبا كان بعد جوازي بشهر، يعني تاني شهر في الجواز انا كنت حامل. فده اللي ما خلانيش انزل بقى، لان انا الحمل بيتعبني جدا 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 فوق ما تتخيلوا. مجرد ما ابقى حامل انا بنام على ظهري، يعني الموضوع بيبقى صعب بالنسبه لي، فمعرفتش ان انا انزل اشتغل. جت لما مامتي توفت وهو ابني عنده 2 بالظبط، ربنا يرحمها يا رب ويرحم كل امهات المسلمين. من كتر ما انا كنت حاسه ان انا هيجرالي حاجه، انا مش قادره استوعب ان ماما مش معايا، فقلت لازم انزل من البيت، انا هتجنن وابني من اللي بيحصل لي هيجراله حاجه. ففعلا صممت انزل اشتغل، وانا في الوقت ده كنت بتدرب محاسب قانوني. يعني كنت مقدمه في مكتب وفي السجل التجاري، انا كنت في الوقت ده محاسب تحت التمرين كمحاسب قانوني. و... وكان امتحاني هيبقى شهر 4/2020. شايفين بقى يا جماعة، يعني سبحان الله انا حالي اتبدل، حالي اتغير خالص. المهم نزلت في مكتب كده، قعدت فيه كام شهر، نزلت ابني الحضانة، ابني ما عندوش مناعة، فاضطريت ان انا من كتر ما بيعيا اضطريت ان انا اقعد في البيت تاني لحد ما خلفت بنتي. برضو ظروف حصلت، نزلت الشركة بقى اللي انا كنت شغالة فيها، ووقتها كنت خلاص بقى كان عرفت ان انا المحاسب اللي كان مأمن عليا خلاص شال التأمينات وشالها، ما قاليش غير بعدها بفترة عشان ما عرفش ان انا انقل في مكتب تاني، وما كانش ليا نصيب يعني الحمد لله ان انا اكون في الاخر محاسب قانوني. فكملت بقى كمحاسب عام. يعني بعد كده انا نزلت من حوالي سنة او سنة وكام شهر، نزلت اخر شركة انا شغالة فيها دي، والحمد لله ان انا نزلتها. ايه اللي مساعدني ان انا انزل الشركة؟ اولا المواعيد، انا بشتغل 8 ساعات، ساعات بيزيدوا ل9 ساعات بس ما بزودش عن كده. الشركة جنب البيت، يعني انا بيني وبين الشركة يا دوبك كوبري، يعني انا ممكن اتمشاها اصلا، فاهميني؟ فما فيش بقى مجهود في المواصلات، ما فيش وقت بقى باخده في المواصلات. برضو ما هو كل وقت انتي بتتأخريه برا البيت بيبقى على حساب بيتك وولادك، فاهميني؟ ومجهود برضو انتي بتضيعي مجهود في المواصلات، فبترجعي البيت طاقتك برضو مش قد كده، مش احسن حاجة. بس فابتديت بقى ان انا اظبط اموري، يعني الحمد لله في خلال السنة دي انا علمت نفسي وعودت نفسي ان اعرف اظبط الوقت او اعمل جدول كده لبيتي ولولادي ودروسهم لو هم في دراسة، مذاكرتهم ساعات بقعد اذاكر معاهم، صحيح هما الاتنين مش مشجعيني كده في المذاكرة قوي، بس يعني ان شاء الله اللي جاي احسن. اكمل لكم بعدين عشان خلاص الفيديو بتاعي خلص. بصوا كده، هنا كنت عملت اكل سريع، عملت مكرونة وايت صوص وبطاطس، وعملت فراخ اللي هي تبع اطياب. انا مش، لو شفتوا فيديو شورتس هتلاقوا الفراخ دي تبع ايه. تمام. انا عارفه ان هي تبع اطياب بس مش فاكره اسم الماركه بالظبط بتاعتها ايه. لو وصلتوا معايا لحد هنا يا رب الفيديو بتاعي يكون عجبكم، يا رب تكونوا حبيتوني، ما تنسوش تعملوا اللايك والاشتراك، وان شاء الله بعد كده هعمل لكم بقى الفيديوهات بخطواتي بالظبط انا ازاي بعرف اظبط بين بيتي وولادي وشغلي. فما تنسوش بقى تعملوا لي اللايك بتاعي.